عزيزي، بما انك انت دخلت على الفيديو دوت فانت كحيان. اهلا بيك. احب اعرفك بنفسي، انا كحيان زيك. ولو مش فاهم معنى كلمة كحيان ايه، اسأل الراجل ده. يا ابني انت كحيان. انت كحيان يا محمد. انت كحيان يا محمد. المهم، خلينا نرجع للموضوع بتاعنا. في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، فاحسن طريقة تخسر بيها فلوسك هي انك انت تحوشها. ليه بقى؟ لانك وانت نايم مثلا ال10 جنيه اللي في جيبك ديت ممكن تتحول ل5 جنيه في لحظة. هي اكيد مش هتتسحر، بس تعالى انا افهمك ازاي. مثلا هنقول ان البيضة اللي معانا ديت بتساوي 5 جنيه، فال10 جنيه اللي معاك ديت مفروض تشتري منها 2. لكن مع زيادة الاسعار اللي بترتفع كل لحظة تقريبا وبشكل مبالغ فيه جدا، فاحتمال كبير جدا ان ال10 جنيه ديت تجيب لك بيضة واحدة بدل 2. فبكده بقت ال10 جنيه 5 جنيه. ده مثال بسيط جدا عشان كل الناس تفهمه. الفكرة مش في البيضة. وعشان تتخيل اللي انا بقوله دوت بس على مدى سنين اكبر شوية، ال10 جنيه اللي انا بقول عليها ديت كانت من 70 سنة بالظبط كانت بتجيب لك 60 جرام دهب. انت متخيل؟ دلوقتي نفس ال10 جنيه بتجيب بها بيض. طب الحل ايه بقى عشان نحل الموضوع ده ونحافظ على القيمة الشرائية بتاعت الفلوس بتاعتنا، او نحافظ على الفلوس اللي معانا بشكل عام؟ بس خلينا قبل ما نبدأ الفيديو دوت ملوش اي علاقة بالسياسة، عشان مفيش حد ينزل تحت في الكومنتات ويقول لي انت مع دول او مع دول. عشان انا جاي اعمل حاجة اقولك على كام حاجة كده نحافظ بيهم على فلوسنا، ده اذا كان معانا فلوس اصلا. وخلينا بقى نبدأ موضوع الحلقة الجميلة بتاعتنا. عندنا تحدي نوصل لاخر السنة ديت ل50,000 اخ واخت. ولو حابب تساعدني في ان احنا نوصل للتحدي دوت، هو خطوة واحدة اللي هتعملها هي انك انت تدوس على الزرار الاحمر اللي تحت. ولو انت كده مشترك فكفاية عليك اللايك والكومنت بتاعك الجميل مش اكتر. اول نصيحة معانا انك انت لازم تراقب المصاريف اليومية بتاعتك. لازم تشوف الفلوس اللي معاك ديت انت بتصرفها على ايه، وتراقب كل جنيه انت بتصرفه. لانك ببساطة لو انت مش عارف الفلوس اللي انت بتصرفها ديت بتصرفها فين وعلى ايه، مستحيل تعرف تنظم حياتك المادية بشكل كويس. تاني حاجة هنعملها هي ميزانية للمصاريف الاساسية بتاعتنا. مصاريف اساسية زي الكهرباء والاكل والمية والكلام ده كله. وعلشان تعمل الميزانية ديت محتاج 3 حاجات، زي انك انت بتكسب كام وبتصرف كام وعايز تحوش كام. بعد ما عرفنا ال3 حاجات دول، هنشوف مثلا انت بتكسب كام ونحاول نزوده، سواء بقى مثلا بشغل اضافي، بشغل احسن، اي حاجة من الحاجات دي. طب لو ما عرفناش، نروح بقى للحاجة التانية، انت بتصرف كام. وعشان نعرف نحسب الموضوع دوت لازم نطلع اولوياتنا من الصرف او المصاريف الاساسية بتاعتنا، زي الاكل والشرب والكلام اللي احنا قلنا عليه، اللي هي يعني الحاجات اللي ما ينفعش نستغنى عنها. وبعد ما تعمل الكلام ده، هنبدأ نقسم الدخل بتاعنا لنسب معينة. مثلا 50% للمصروفات الأساسية اللي احنا قلنا عليها، و25% للترفيه، و25% التانيين هنحوشهم، وهقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. وممكن توفر شوية فلوس لو عملت التصرفات اللي انا هقولك عليها دي. والتصرفات ديت هدفها هي خفض تكاليف الخدمات المنزلية، زي مثلا ما تشغلش التكييف لفترة طويلة سواء صيف او شتاء، او الكاتل اللي هو غلاية المية اللي بيسحب كهرباء بشكل كبير جدا تقريبا اكتر من التكييف. ممكن بدل الكاتل دوت نستخدم البوتاجاز العادي، هيكون اوفر. وحاجة تانية انك انت تفصل اي جهاز متوصل بالكهرباء لو مش بتستخدمه، لان طالما هو متوصل بالكهرباء هو بيسحب كهرباء حتى لو انت مش مستخدمه. دي معلومة انا كنت اول مرة اعرفها وانا بكتب السكريبت ده. ونحاول نغير الاضاءة اللي عندنا باضاءة تانية ليد، لان اصلا الاضاءة الليد ديت بتوفر بشكل كبير جدا في الكهرباء، غير اصلا ان هي بتعيش لفترة زمنية طويلة جدا. لو عملت التصرفات ديت هوعدك انك انت هتوفر جزء كبير جدا من مصاريف الكهرباء. ولو انت بقى مشترك في باقات كتير او اشتراكات كتير في خدمات معينة، ممكن مثلا ما تكونش مهمة قوي بالنسبة لك، حاول تستغنى عنها، لان برضو الحاجات ديت هتوفر جزء معين من فلوسك. وعلشان الاكل حاجة مهمة جدا في حياتنا، فما ينفعش نبطله طبعا، بس على الاقل نقلل الاكل من بره شوية ونحاول نعمل الاكل بنفسنا في البيت. ولو انت بقى متعرفش تعمل اكل، فاكيد اليوتيوب مليان فيديوهات، مليان فعلا فيديوهات تعلمك ازاي تعمل اكل. ممكن تتعلم الفيديوهات دي. وحاجة تانية ممكن تساعدك انك انت توفر بيها فلوسك لو انت بتعمل شوبينج او بتجيب طلبات للبيت، وهي انك انت تكتب قائمة محددة بالطلبات اللي انت عايز تشتريها وتلتزم بالقائمة دي. لان الناس ديت ببساطة جدا ممكن تخدعك بالماركتينج والعروض اللي هما بيعملوها. فمثلا كم مرة دخلت سوبر ماركت او مول مثلا واتغريت في حاجة واشتريتها، واصلا انت ما كنتش حاططها في دماغك. مثلا كم مرة برضو دخلت ولقيت عرض على حاجة 50% واشتريتها لمجرد ان فلوسها كانت قليلة، حتى لو انت مش عايزها. لو انت ما بتعملش كده، في غيرك كتير بيعمل كده. فالقايمة ديت بقى هتحللك الموضوع اللي انا بقولك عليه ده، بس المهم انك انت تلتزم بيها. ولو انت بقى بتستعمل الكريدت كارد، وقفها حالا. انا عارف ان الموضوع صعب، وخصوصا لو انت بتستعملها بشكل كبير جدا، بس وقفها لان هي بالنسبة لك خيار سهل جدا ومريح،
لان ببساطة انت بتشتري كل حاجة انت عايزها حتى لو انت مش معاك فلوس، وبعدين بقى تتفاجئ بالفايدة اللي اتراكمت عليك والديون كمان تزيد عليك. كل الكلام دوت اللي انا قلته هيوفر لك جزء كبير جدا انت ما تتخيلوش وعن تجربة. وممكن كمان توفر فلوس في اللبس، زي انك انت تبطل تشتري من براندات او على الاقل تقلل انك انت تشتري من براندات، لانك انت طبعا انك انت عارف قبل ما بتشتري اللبس انت بتشتري من اسم البراند نفسه، فانت بتدفع فلوس في حاجة انت مش هتاخد مقابلها عائد. فانا من رأيي بدل ما تدفع فلوس كتير في اسم البراند ممكن تستبدل الكلام ده كله بانك انت تشتري من حاجات محلية نظيفة، وكمان هيكون سعرها كويس. والكلام دوت مش على اللبس بس، لا ده على اي حاجة براند، لبس، ريحة، كريمات وغيرها كتير. تمام، هنقول انك انت عملت الكلام ده كله ووفرت جزء كبير من الفلوس، هتعمل بيها ايه بقى؟ اكيد مش هنحوشها، لان احنا قلنا في اول الفيديو انك انت احسن طريقة تخسر بيها فلوسك هي انك انت تحوشها. دلوقتي بقى هنروح للجزء التاني من الحلقة، وهي انك انت تعمل ايه بفلوسك. وهي يا عزيزي الاستثمار. ممكن تستثمر في اصول تحافظ على قيمة فلوسك، وممكن كمان ترجع لك بعائد ربح، فبالتالي هتزود لك دخلك. او تروح لاشهر طريقة استثمار وهي الاستثمار في الذهب، وبجد دي احسن طريقة ممكن تستثمر بيها دلوقتي. مثلا ممكن تشتري سبائك ذهب بتبدأ معاك من اول 1 جرام، والافضل كمان من السبائك هي الجنيهات الذهب لان مصنعيتها بتكون اقل. بس اهم حاجة يا عزيزي في الكلام اللي انا بقولك عليه ده انك انت تكون الفلوس ديت انت مش محتاجها دلوقتي، الغرض منها انك انت تحوشها، بس هتضطر انك انت تحوشها في ذهب عشان ما تفقدش قيمتها. وما تفكرش في بيع الذهب دوت دلوقتي، وتحافظ عليه لأطول فترة ممكنة، لان اصلا الذهب استثمار طويل الامد وكده كده هيزيد. وعلشان تتأكد هنعمل تجربة كده مع بعض. سعر الجنيه الذهب دلوقتي وقت ما احنا بنكتب الحلقة ديت ب14240، يعني حوالي بالدولار 483 دولار. تفتكر بعد سنة من نزول الحلقة دي سعر الجنيه الذهب هيوصل كام؟ توقع وقولي تحت في الكومنتات. تاني طريقة للاستثمار وهي الاستثمار في البورصة، وطبعا مش محتاج اكلمك عن البورصة، نصيحة مني بلاش تستثمر في العملات الرقمية، لان العملات الرقمية ملهاش اصول ثابتة، علشان كده العملات دي بتزيد بشكل كبير جدا وممكن تقل بشكل غريب جدا برضه، لان زي ما احنا قلنا مش مدعومة باصول ثابتة زي الدولار والذهب. مثلا عملة زي عملة البيتكوين قلت 60% من قيمتها في كام شهر بس. لكن قبل ما نبدأ في موضوع البورصة دوت لازم ندرس الموضوع كويس جدا، ولو بقى مش عايز تدرس والكلام ده كله استثمر في الدهب زي ما احنا قلنا. وهدف الفيديو انك انت تحاول تقلل من نمط حياتك الاستهلاكية على قد ما تقدر، لحد ما الازمة ديت تعدي على خير ونطلع منها بأقل خسائر. وبس كده نكون خلصنا موضوع حكايتنا النهاردة. لو انت حابب نقول حكاية جديدة قولي تحت في الكومنتات، واكيد مش محتاج افكرك باللايك والشير، ولو انت طبعا ما اشتركتش فاشترك.